بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله سبحانه وتعالى لبلادنا الأمن والأمان والاستقرار. نعيش الآن في عصر أصبحت فيه المعلومة متداولة إلى حد كبير، ولعب السمارت فون أو التلفونات الذكية دورا كبيرا في أن تصل المعلومة من أقصى الدنيا إلى أقصاها. في السابق كان الناس بيقولوا أن العالم أصبح عبارة عن قرية صغيرة، وبالتالي يستطيع الإنسان أن يتجول فيها ويعرف ما يدور في هذه القرية. لكن الآن تحول العالم كله إلى أداة يحملها الإنسان في يده اللي هي السمارت فون، وبالتالي أصبحت المعلومة متوفرة لكل الناس القاسي والداني إلا من أبى طبعا. أنا أقول ذلك وأريد أن آتيكم بشهادة. هذه الشهادة يتحدث فيها هذا الرجل، أنا ما أعرف اسمه ولا أعرف من أي بلاد، لكن أحسب أنه من دول الشام من خلال اللهجة بتاعته التي يتحدث بها. تحدث هذا الرجل عن الحرب التي تدور الآن في السودان وتفاصيل هذه الحرب ومن الذي أشعل هذه الحرب، وبالتالي شهادة هذا الرجل تساوي شهادة 1000 رجل من أهل السودان، لأنه هناك قد لا تؤخذ شهادة ذلك الرجل، يقول أنه هذا الرجل أو الذي يتحدث يقولون أن له أجندة وله مصلحة في أن يقول ذلك، لكن هذا الرجل رجل غير سوداني وتحدث. أنا أدعوكم لمشاهدة هذا الفيديو. مرحبا. بعد 3 أشهر من المعركة في السودان تبين للعالم كله بأن للجيش السوداني قيادتين، قيادة يعني نوعا ما ترغب بالحوار أو بإيجاد حل لهذه الأزمة، لكن القيادة المتأسلمة الأكثر سطوة والأكثر تأثيرا على الجيش السوداني هي التي ترفض الحوار، ترفض الصلح، ترفض أي مبادرة لإنهاء هذه الأزمة، وهي التي تذكي نار الحرب حتى يستمر الصراع، لأن عندهم قناعة بأنه إذا لم يستمر الصراع سقطوا وذهبوا من حكم السودان إلى ما لا نهاية. الإسلاميون أو المتأسلمون أو الجماعة الإسلامية هم وراء هذه المعركة، وهم الذي يتحمل الوزر الأكبر، لأنهم هم من حاصر مقر الدعم السريع في الخرطوم. وأصبحت هذه المعلومة معروفة لدى الجميع أن القيادة الإسلامية أو المتأسلمون هم من بدأوا المعركة، وهم من حاصروا مقر الدعم السريع في السودان في الخرطوم. هذه المعركة لم يبدأها الدعم السريع، بل إنما فرضت عليه وأجبر إلى المعركة جبرا. الدعم السريع الآن يسيطر على معظم الخرطوم ومعظم ولاية دارفور ومعظم كذلك مناطق كردفان، والسيطرة الكاملة يعني ليست بعيدة، إنما هناك تمهل أو ترقب لطرف في قيادة الجيش لقبول الحوار وقبول طي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة في لتقود مستقبل السودان. ثم يعني الآن نشاهد في كل يوم تأتينا مقاطع شرفاء الجيش ينضمون لقوات الدعم السريع، يعني في كل يوم هناك مقطع يصور مئات وعشرات وضباط بكل الرتب وبكل الرتب سواء كان صغيرة متدنية أو عالية يعلنون انضمامهم للدعم السريع. وهذا الإعلان طبعا هو إعلان الخلاص من فترة النظام البائد ونظام المؤتمر الوطني. هذه الحرب سببها الأول والأخير هم فلول النظام البائد، الكيزان كما يطلق في السودان، الكيزان وتنظيم الإخوان المسلمين وفلول النظام البائد. هؤلاء حكموا السودان فترة من الزمن وقسموا السودان ودمروا السودان، ويريدون ألا يخرجوا من حكم السودان إلا بعد تدمير كامل السودان. وأكبر دليل بأن قيادة الجيش الإخوانية تقوم بتدمير أو بقصف المدنيين، يستخدمون الطيران لقصف المدنيين، وقتلوا مئات وعشرات من المواطنين الأبرياء. وقد تم اليوم أعلنت وزارة الصحة استشهاد 17 مدني إثر قصف قيادة الكيزان لأحياء مدنية أدى إلى مقتل أو استشهاد 17 مدني.
فهذه المعركة يقودها تنظيم الإخوان المسلمين بدون أي قوانين تحكم هذه المعركة. هذا النظام البائد هو الذي يقود المعركة. فلول النظام البائد، المؤتمر الوطني، ظلم عمر البشير، هم من يريدون تدمير السودان أو أن يبقوا في سدة الحكم في السودان.